ألف 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 مبروك للشعب المصري، وألف مبروك للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. ربنا يا رب يعينه علينا. ألف 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 مليون مبروك للدكتور محمد مرسي. ربنا يوفقه يا رب ويصلح الناس كلها يا رب، ويوفقوا لإدارة مصر يا رب. وعايزين ان المحسوبيات هي اللي يتقضي عليها، نقضي على المحسوبيات وما يبقاش فيه رشوه وما يبقاش فيه اي حاجه، والناس كلها تتعامل سواسيه. لا يبقى فيه واحد ابن مأمور ولا ابن دكتور، ولا كل الناس تبقى سواسيه بس. انا برضه بقول الف الف مبروك للدكتور مرسي، وفعلا النجاح ده نجاح للثوره. وان الدكتور مرسي لو لم ينجح في الانتخابات، لا البلد ما كانتش كانت هتمر بمرحله خطيره وبمنعطف تاريخي كان هيحصل فيه انهيار كامل للدوله، وما كانش حد يعرف ايه اللي هيحصل بعد كده، لان احنا كنا هنخش في ازمات وكان يبقى صراع داخلي وكانت يبقى في حرب اهليه في البلد. لكن ربنا اراد ان يحمي هذه البلد بان نجح الدكتور محمد مرسي لكي ينقذها من هذه الكوارث. وطبعا انا متاكد ان شاء الله مصر هتنطلق في ركب الحراره، وهتكون من اكبر او من اول الدول في تقدما في العالم ان شاء الله، وهتتقدم في جميع المجالات. وانا اعتقد ان 90% حاليا في مصر الناس كلها فرحانه، شعب حوالي 90% من الشعب فرحان. والناس اللي كانت تبع الفلول خلاص، حتى كلمه فلول دي خلاص اتلغت، وبقى في حاجه اسمها لحمه وطنيه في البلد. وان شاء الله مصر هتتغير بنسبه 100%. ومبروك لمصر نجاح الثوره ونجاح الدكتور محمد مرسي. لاول مره الواحد كان بيتمنى ان هو يشوف رئيس مدني منتخب بعيد عن العسكريين. ما كانش حد فعلا يصدق في مصر ان كان ممكن يجي رئيس غير اي حد خارج الانتماس العسكري او حد مش عسكري. وده كان مثلا صراحه كان عامل ازمه، لان احنا عارفين الانضباط العسكري، وان احنا عايزين بقى نغير. كفايه بقى 60 سنه عسكريين. فالحمد لله على نجاح الدكتور مرسي، وده اول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر من عهد الفراعنه. فنحمد الله تعالى، وده منا وفضل من الله. اللهم تقول للشعب المصري؟ اقول له طبعا مصر كرمت في الاحاديث وفي القران، فربنا انقذها بهذا الرئيس، وبقول لهم الف الف مبروك. ومصر تستاهل ان يكون لها رئيس ديمقراطي منتخب، لان مصر بلد كبيره في المنطقه ولها تاثير ولها ثقل في الوطن العربي في الشرق الاوسط، فلا بد ان تكون في رغب الحضاره في رغب الديمقراطيه. ما ينفعش ان مصر تبقى دوله مش ديمقراطيه، لانها لها تاثير على الدول من حولها في الشرق الاوسط، وان هي اللي بتقود العالم العربي وبتقود الشرق الاوسط. الناس اللي شافت غزة وبعض البلاد اللي عمالة تحتفل بالدكتور محمد مرسي ومبسوطة، وناس خافت وقلقت خارجي وداخلي. لا خلي بالك، انا شايف الناس اللي قلقانه دي اللي خايف من موضوع الحرب، بالعكس ده شيء طبيعي. لان الراجل ده جاي يعبر عن اراده مصر وعن اراده شعب مصر، والراجل ده هيبقى كلمته له كلمه. مثلا لما تتضرب غزه اكيد هيسحب السفينه، مش معقول مثلا يشوف غزه بتتضرب وبيحصل فيه مجازر وهيدخل يحطوا على الخاتم زي كمال حسني مبارك. لازم هيتم سحب السفير فورا، ويبقى لنا موقف حازم ياثر على الناس دي. والناس دي جبناء، والناس دول خايفين، لان مصر خلاص خلاص ما فيش خوف تاني في مصر ان شاء الله. شكرا.